بتصحى من النوم بس حاسس إنك لسه نايم. جسمك تقيل وكأنك كنت شايل جبل طول الليل. بتفتح عينك وبمجرد ما تفتكر كمية الحاجات اللي وراك بتحس بقبضة في صدرك، وبتقرر تغطي وشك وتنام تاني 5 دقايق اللي بيقلبوا غالباً ساعتين. بتقضي يومك كله في صراع، جزء منك بيصرخ قوم اشتغل، قوم ذاكر، مستقبلك بيضيع، والجزء التاني بيرد ببرود مش قادر، ماليش نفس، سيبني في حالي. وفي آخر اليوم المحصلة 0. فتبدأ حفلة جلد الذات. انت فاشل، انت كسول، الناس كلها سبقتك وانت لسه مكانك. بس استنى لحظة، لو انت فعلا كسول ليه مش مبسوط بالراحة؟ ليه وانت ماسك الموبايل مش حاسس بمتعة، حاسس بتخدير؟ الحقيقة اللي محدش قالك عليها إن ده مش كسل، انت بتعاني من حالة شلل نفسي اسمها الاحتراق أو البيرن أوت. انت مش محتاج تحفيز وتزعق لنفسك، انت محتاج إنقاذ. وفي الفيديو ده هنفك شفرة الحالة دي وهقولك إزاي ترجع تنور تاني قبل ما تنطفي للأبد. عشان نكون على نور لازم نعرف الفرق بين الكسول والمحترق، لأن العلاج مختلف تماماً. تخيل معايا عربيتين، العربية الأولى الكسول، الموتور سليم والتانك مليان بنزين، بس السواق مش عايز يدور العربية، هو قرر يركن بمزاجه ومستمتع بالركنة وبيشرب عصير قصب ومش شايل هم الوصول. ده الكسول، وعلاجه قرصة ودن. العربية التانية انت، السواق اللي هو عقلك عمال يدوس بنزين على الآخر، عايز يتحرك، عايز يوصل، بس الموتور مفوت والتانك مشطب. العربية بتعمل صوت عالي، توتر وقلق، بس مش بتتحرك من مكانها. ده هو الاحتراق. الكسل هو اختيار الراحة والاستمتاع بيها. الاحتراق هو محاولة العمل مع عجز الطاقة. فلو سمحت بطل توصف نفسك بصفة مش فيك. الاحتراق النفسي مش بس زعل واكتئاب، ده ليه أعراض جسدية مرعبة. جسمك بيحاول يبعتلك إشارات استغاثة بس انت بتطنشها. صداع مستمر، تحس إن في حزام مربوط حوالين راسك، وجع ظهر ورقبة حتى لو مش بتبذل مجهود بدني، ده نتيجة الشد العصبي المستمر. نوم غير مريح، يا إما أرق ومش عارف تنام، يا إما بتنام 12 ساعة وبتصحى مكسر. مناعة ضايعة، كل شوية يجيلك دور برد، معدتك دايما وجعاك. القولون العصبي صديق المحترقين. دي مش أمراض، دي رسالة من جسمك بتقولك يا كابتن المكنة هتتحرق، افصل الفيشة. ليه الموضوع ده زاد قوي اليومين دول؟ ليه أهالينا ما كانش عندهم بيرن أوت؟ الإجابة في كلمة واحدة: هاسل كالتشر. السوشيال ميديا صدرت لك فكرة إنك لو مش بتشتغل 16 ساعة في اليوم وعامل فورمة الساحل وبتتعلم لغتين وفاتح بيزنس خاص وانت عندك 20 سنة يبقى انت فاشل. عقلك بقى في حالة جري مستمر ورا أهداف وهمية. بتشوف فلان سافر وعلانة خطب وترتان اشترى عربية. المقارنة دي خلت مخك يفرز كورتيزول اللي هو هرمون التوتر 24 ساعة. قبل ما ندخل في الحل راقب نفسك في ال3 علامات دول، لو موجودين يبقى أنت في المنطقة الحمراء. 1. مش طايق دبان وشك، أقل كلمة بتعصبك، لو النت فصل دقيقة ممكن تكسر الراوتر، لو حد سألك مالك ممكن تنهار وتعيط أو تزعق فيه، ده اسمه انخفاض المرونة النفسية. 2. التسويف المرعب، بتهرب من حاجات تافهة، رسالة واتساب بسيطة ممكن تسيبها أسبوع ما تردش عليها، بتأجل حتى غسيل وشك، وبتأجل الأكل وبتأجل الحياة. 3. الزومبي مود، عايش ومش عايش، بتضحك بس مش حاسس بفرحة، وبتاكل بس مش حاسس بطعم الأكل، وبقيت متبلد تماماً. طيب يا دكتور، شخصنا الحالة وعرفنا إننا محروقين، نعمل إيه؟ خد الروشتة دي ونفذها وهتدعيلي. الخطوة الأولى راحة المدخلات sensory rest. انت عقلك بيتهري داتا طول اليوم، لازم تديله صيام. جرب تقعد 15 دقيقة في اليوم بدون مدخلات، مفيش موبايل، مفيش بودكاست، مفيش كتاب، مفيش ناس، إن شاء الله حتى تبص في السقف أو غمض عينك واسرح. اسمح لعقلك إنه يهضم الداتا اللي جواه وينظف نفسه. الخطوة التانية الراحة العاطفية. قول لأ. أكبر سبب للاحتراق هو الناس اللي بتمص طاقتك، الشخص اللي بيشتكي لك طول اليوم، المدير اللي بيكلمك في الأجازة، الصاحب اللحوح. العلاج هو كلمة سحرية من حرفين: لأ.
لا مش هقدر أنزل، لا مش فاضي دلوقتي. حط حدود لنفسك واللي حواليك، لأن طاقتك دي فلوس ما تصرفهاش على حد ما يستاهلش. الخطوة الثالثة فن اللاشيء، Active Rest. مش لازم كل دقيقة في يومك تكون مفيدة، إحنا بشر مش روبوتات. العب بلاي ستيشن، ارسم شخبطة، انزل اتمشى في الشارع وبص على أي حاجة. اللحظات التافهة دي هي اللي بتشحن إبداعك. الهواية اللي بتعملها عشان بتحبها مش عشان تجيب منها فلوس، هي دي الشاحن الحقيقي لروحك. في الآخر يا بطل، عايزك تكون حنين على نفسك شوية. انت مش في سباق مع حد، انت في رحلة مع نفسك. لو لمبة البنزين نورت في عربيتك، بتقف تمون، مش بتدوس بنزين زيادة وتشتم العربية. نفسك أولى بالمعاملة دي. لما تحس إنك منطفي، ما تعاندش، افصل عشان تعرف تواصل. مش عيب إنك ترتاح، ومش عيب إنك تطلب مساعدة، ومش عيب إنك تقول أنا تعبت. العيب الحقيقي إنك تخلص على نفسك بدري عشان ترضي ناس مش فارق معاهم غير المظاهر. خد نفسك، اشحن بطاريتك، ورجعنا أقوى. يا أبيض يا أسود.